اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم وهو انتشر مؤخرا، هو ان بدا البنك الاهلي يبعت الكروت بتاعته او كروت الحسابات الجديده، حتى التجديدات بيبعتها على عنوان البيت الخاص بالعميل عشان خاطر يستلم الكارت ويفعله من خلال اقرب مكان من غير ما يروح الفرع، وطبعا ينتظر في الدور والحاجات دي كلها. طيب بعض الناس وهي بتفعل الكارت واجهت لها بعض المشاكل. المشكله دي ممكن نحلها من خلال تطبيق الاهلي نت. طبعا ممكن يطلب منه رقم تليفون، ممكن يطلب منه حاجه معينه، او هو مش عارف يتعامل مع المكنه في موضوع التفعيل. المشاكل دي كلها بنحلها من خلال تطبيق الاهلي من الاهلي نت او الاهلي موبايل، وهنعرف مع بعض الخطوات دلوقتي. وهنتابعها مع بعض. بس قبل ما اكمل الحلقه واعرفكم الخطوات، يا ريت اللي بيشوف الحلقه اول مره سبسكرايب للقناه ولايك وشير للفيديو، اما متابعين الافاضل اللي على القناه لايك وشير للفيديو. ونبدا مع بعض نشوف الخطوات. اول حاجه هنعملها نخش على التطبيق، بنعمل حاجه اسمها تسجيل الدخول. بعد كده بيطلب مننا حاجه اسمها كود المستخدم، نكتب هنا كود المستخدم. ولو كود المستخدم مش معانا بنكلم الخط الساخن، او بنوصل لاقرب فرع ناخد منه كود المستخدم ونكمل بقيه اجراءاتنا. بعد كده نعمل تسجيل دخول. بيطلب مننا هنا الرقم السري، المفروض برضه حضرتك عارف الرقم السري. لو مش عارف الرقم السري برضه بتروح الفرع او بتكلم الخط الساخن وهو بيساعدك في موضوع الرقم السري. وبعد كده بنعمل تسجيل دخول. بيدخلنا على واجهه البرنامج اللي احنا شايفينها دلوقتي، طبعا بيبقى فوق الحسابات وتحتها الشهادات وهكذا. احنا مش محتاجين حاجه من دول. احنا طبعا هنخش على المكان بتاع الخدمه على طول. هنضغط على الثلاث خطوط اللي تحت بعض فوق فوق على اليمين دول. بيدخلنا على الاختيارات اللي احنا شايفينها قدامنا. بنخش على بطاقات الخصم المباشر. بنختار من ضمن الخطوات دي حاجه اسمها تفعيل البطاقه. بيدخلنا على الصفحه اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي، بيبقى فيها اختيارين. لو انت مستلم البطاقه اول مره بنختار اول اختيار اللي هو ده. اما لو انت حضرتك مستلم بطاقه مجدده، يعني بطاقه كان ليك بطاقه قديمه وانتهت وبعت لك التجديد بتاعها، بتخش على الاختيار التاني، تفعيل بطاقه مجدده. والاتنين نفس الخطوات مفهومش جديد يعني. ماشي. هنختار اي واحده فيهم على حسب نوع البطاقه اللي معاك. هنا بعد ما بتختار البطاقة اللي موجودة أو بتختار الأوبشن الخاص بالبطاقة، يعني لو أنت عندك أكتر من بطاقة المفروض معاك بطاقة واحدة بس، بتختارها. بيقوم جايب لك هنا البيانات الخاصة بالعميل، اسم العميل والاسم المطبوع على الكارت وهكذا، وبقية ورقم الحساب ورقم البطاقة. طبعا بتقارن بس رقم البطاقة اللي هو، أو بيبقى هنا كاتب لك أول 6 أرقام أو 5 أرقام من على الشمال، واول 4 ارقام من على اليمين. بتتاكد بس ان ده رقم البطاقه المظبوط اللي هو اللي في ايدك، اللي هو سواء المجدده او اللي هي القديمه. ولو هي اللي موجوده بتخش بنكمل بقيه الاختيارات بتاعتنا. هو بيقول لك ان حاله البطاقه هنا غير مفعله، ودي اللي مطلوبه، ان احنا بالفعل حاله البطاقه غير مفعله، احنا داخلين عشان نفعلها. تمام، اتاكدت من البيانات، بنخش على الخطوه اللي بعد كده. حضرتك بتشد الصفحه لتحت كده، بينزل عندك بيكمل بقيه الاجراءات. وانا جايب لك ان تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه اللي معاك الجديده اللي فيك هتبقى 2028. طبعا كل واحد بيبقى فيه حاجته بتبقى مختلفه. هنا رقم البطاقه، ولو انت عندك اكتر من بطاقه او اكتر من فيزا بتضغط على السهم ده بيجيب لك البطاقات المختلفه لو حضرتك عايز تغير كذا حاجه. ماشي. بتختار تفعيل بطاقة جديدة أو تفعيل بطاقة مجددة في حالة لما يكون البطاقة ديت مجددة. خلصنا كل الاختيارات دي كلها. ولو البطاقة أول مرة طبعا بتختار الأولانية، لو البطاقة مجددة بتختار الخيار التاني. الاتنين نفس الخطوات زي ما احنا قلنا. خلصت وتأكدنا من كل البيانات، بنعمل بعد كده حاجة اسمها تقديم. نختار الاختيار بتاع كلمة تقديم دي. بيجيب لك هنا رسالة تحذيرية أو رسالة كده للتنبيه، بيقول لك مراجعة، هل ده رقم البطاقة اللي حضرتك عايزها، ولا بيكتب لك رقم البطاقة اللي احنا اخترناها فعلا. والخدمة المطلوبة اللي هو تفعيل بطاقة جديدة. لو أنا متأكد من رقم البطاقة والدنيا تمام بقوم عامل كلمة تأكيد. تظهر قدامنا اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، هو بيقول لك تم تقديم الطلب بنجاح. ومعنى ذلك ان انا بالفعل فعلت البطاقه. بعد ما بتقدم الطلب بنجاح بتعمل كلمه موافق، يبقى انت كده الموضوع تمام. وبيبعت لك رساله عندك على الموبايل. الرساله زي ما احنا شايفين دي مضمون الرساله كده، بيقول لك ان اللي هو العميل بيبقى فيه ان انت بيعرفك ان انت ليك كارت برقم كذا، والكارت ده اتعمل له اكتف. وطبعا بتوجه بقى للمكنه عشان خاطر ان انت تكمل بقيه الاجراءات. او بيقول لك ان كان ليك، هو هنا بينبهك ان انت كان ليك كارت والكارت ده اتفعل، عشان خاطر لو حد تاني برضو واخد الكارت وبيحاول يلعب في قلب الكارت او يفعله بالنيابه عنك. بيوضح لك ان انت كان ليك كارت بوسائل مختلفه، مره عن طريق الموبايل ومره عن طريق خدمه الانترنت، عشان خاطر يبقى انت متامن من جميع الجهات.
كده ده كده الخطوات الخاصه بتفعيل الكارت. بعدها بتاخد الكارت تطلع على المكنه، بتحط له رقم سري، يبقى كده الموضوع خلصان، مفيش عندك اي مشكله خالص. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله بكم في حلقه جديده، ومع السلامه.